ثوابت ومرشحات التمهيدي لمادة العربي للثالث متوسط دفعة 2026. قبل لا نبدي نتمنى من أي واحد يشاهد هذا المقطع يشارك ويعلق حتى بقية الطلبة يستفادون، وإذا عندك سؤال نزله بالتعليقات، وإذا ما عندك صلي على النبي واحفظ يمك هذا المقطع اللي راح يفيدك. أول شيء عندكم الإملاء طلابنا الأعزاء، الإملاء كلش مهم، سؤال مضمون رغم ما هو سهل لكن جاي مليار بالمية. قد عليه من 5 إلى 10 درجات. طيب شنو هذا السؤال مضمون يا طلاب؟ السؤال يجيك به فرعين، تختار واحد من الفرعين. الفرع الأول يقول لك عدد علامات الترقيم، يريد 3 أو 4 أو 5، المهم أنت مطلوب تحفظ على الأقل 5 نقاط مثل الفاصلة أو النقطة أو علامة الاستفهام وإلى آخره. هذا السؤال الأول مضمون. السؤال الثاني به فرعين، لو يجيك هذا لو يجيك هذا. الفرع الأول يقول لك عرف همزة الوصل مع مثال، أو الفرع الثاني يقول لك عرف همزة القطع مع مثال. طبعا الاثنينات ذني مضمونات وسهلات وتقدر تحفظهن بكل سهولة وتنطي عليهن مثال بكل سهولة، لكن اغلب الطلاب يستهان بهذا السؤال رغم ما هو سهل. يقول لك استاذ وانا اقرا هذا واعرف القواعد. لا حبيبي، انت ممكن على درجة واحدة توقف بالامتحان. انا اعرف طلاب درجتهم 44 عادوا سنة كاملة، لان قراءة كل 45 يصير 50. فلا تستهان باي سؤال حتى لو كان بسيط. هذا السؤال مضمون وعد علامات اللي هو علامات الترقيم، وعندك عرف همزة الوصل وعرف همزة القطع مع مثال، ايضا سؤال مضمون. هذا انتهينا من عنده. نجي بالنسبة للإنشاء. الإنشاء عليه ايش قد طلاب؟ عليه من 15 إلى 20 درجة. يعني أنت تخيل الإنشاء والإملاء جايب لك نص النجاح، ويا الإسلامية اللي عليها 25 درجة أنت ناجح بدون الأدب وبدون القواعد. طيب الإنشاء راح أعدد لك هسه مواضيع مهمة، سجلهن يمك بورقة وقلم واكتبهن لان جدا 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 مهمه، وحاول تتدرب عليهم بالبيت لان ذني مكرره وزاريه، وبعدها افهمك شلون تكتب خطوات الانشاء ان شاء الله. اول شيء عندك التعاون، ثاني شيء عندك العلم، ثالث شيء عندك الام، ورابع شيء عندك العراق او الدوله او الوطن، كله نفس الشيء. والبعد عندك التواضع، والبعد عندك الوفاء، والبعد بر الوالدين، والبعد الوطن هو نفسه العراق. فوصلنا الى الانشاء الاخير اللي هو انشاء الاخلاق. شوف خطوات كتابه الانشاء انا ناشرهن لكم بحساباتي، لكن راح ارجع اعيدهن بشكل سريع. اول شيء لازم تركز على الاملاء. الاملاء له دور كلش كبير سواء بالعربي او الاسلاميه. ثاني شيء لازم تضيف علامات الترقيم اللي هي الفاصله، الشارحه، النقطتان، ذني كلهن علامات لازم تضيفهن. ثالث شيء لازم تذكر ايه او حديث او بيت من ابيات الشعر. فذني اذا طبقتوهم باذن الله عز وجل راح تنجحون بدرجات عاليه. اذا عندك سؤال نزله بالتعليقات راح نجاوبك عليه، وايضا مستمرين وياكم اول باول، وتابع المقطع للنهايه حتى تعرف ثوابت التمهيدي والمهمات. بعد ما كملنا الاملاء وكملنا الانشاء نجي هسه الثوابت التمهيدي للادب. شنو اهم الشعراء واهم القصائد المطلوبه من عندك تحفظها ومكرره وزاري؟ اول شيء عندك اول شيء الشاعر منو؟ بدر شاكر السياب. هو وقصيدته وحياته وكل شيء يتعلق به مهم ومكرر وزاري. يعني اذا ما جاب لك قصيدته راح يجيب لك حياته، اذا ما جاب لك حياته راح يجيب لك تعليق النقدي، اذا ما جاب لك تعليق يعني لابد يجي عليه سؤال، لابد على الاقل. الشاعر الثاني اللي عندكم طلاب اللي هو شاعر الوصافي. الوصافي من اهم الشعراء، كلش 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 مهم ولازم تركزون عليه. اما هنا عندك سؤالين ثابته وزاره ومكرره اللي هو العرف وانسب. لو يجيك عرف لو يجيك انسب لو يجيك اثنيناتين. عرف يعني يريد مختصر عن هذا الشخص، مثلا السمير منو هي وشون صارت، مثلا الكوليرا من هاي القصيدة ويا شاعرة ويا سنة انطلقت وإلى آخره. أما انسب ينطيك يا أما مؤلفاته ترجعها لاسم الشاعر، أو ينطيك اسم شاعر يقول لك اكتب لي مؤلفاته. بالحالتين أنت لازم تعرف كل شاعر ومؤلفاته حتى تضمن نجاحك. عندنا هنا شاعرين همين مهمات كلش كلش كلش، اللي هو الشاعر سميح القاسم والشاعر محمد رضا الشبيبي. ذول الشعراء ايضا مهمين، ركزوا عليهن لان مكررات وزاريه. لهنا طلاب اخذنا كل شيء يتعلق بالعربي من الادب والاملاء والانشاء. يبقى القواعد عليك انت تريد تدرسها او ما تدرسها، هذا الشيء يرجع لك. انا اعطيتك الثوابت البقيه وهي الاسلاميه انت تقدر تضمن نجاحك. اللي يحب يحجز على مرشحاتنا دفعه 2026 يراسلنا على رقم الواتساب الظاهر امامكم، او ورقه قليله مقسمه مرتبه ملونه تضمن نجاحك بدرجات عاليه وتقدر من خلالها تنجح بكل سهوله. اللي عنده سؤال خلينا ينزله بالتعليقات وان شاء الله نجاوبكم عليه. تحياتنا لكم الاستاذ علي محمد، في امان الله.